السلام عليكم. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن ترشيد المياه. كلنا يا جماعة من موضوع سد النهضة خايفين وقلقانين في موضوع المياه، وحاسين إن ممكن يجي يوم ما نلاقيش مية والنيل ينضب وما لا. طيب هل إحنا بنعمل لليوم ده؟ هل إحنا كل تصرفاتنا في استهلاك المياه يتناسب مع اللي إحنا خايفين منه وبنقول منه؟ اولا ان شاء الله مش ما نخافش طبعا، مفيش خوف والكلام ده يعني، لان مفيش حاجه اسمها الميه مش بتاع حد. الميه جايه من عند ربنا، والاخ ابو احمد ما يقدرش ان هو يمنع عنا الميه ولا عن السودان الشقيقه ولا عن اي دوله. ده هي كلها امور سياسيه وامور يعني، عارفين اللعبه اللي بتتلعب من دول وبتساند الراجل ده وكده يعني. مش موضوعنا النهارده، موضوعنا هو المياه، ترشيد المياه. انا خايف قلقان شايف ان الدنيا مش مظبوطه كده. طيب اساعد بقى في ترشيد الاستهلاك، ولا ابعتر ميه وانا عارف ان ممكن تحصل مشكله تبقى كبيره في يوم من الايام؟ ده بيقول لك العالم هيوصل في يوم من الايام انه ميبقاش مفيش ميه فعلا، يعني مش هيلاقي ميه. فانا يعني بحب اتكلم في الموضوعات اللي تهمنا كمواطنين وتهم الشعب يعني دلوقتي انا بشوف ناس ماسكه الخراطيم لحد دلوقتي وفي الشوارع طب يا جماعه ده الصيف خلص يعني، برضو الايام دي كويس، الجو حلو، مفيش حر ومفيش بتاع. امال ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه الميه دي كلها اللي بتبعتروها في الشوارع دي ليه؟ طب في الصيف اقول ممكن الناس برضو عشان الجو حر والتراب وبتاع، وكمان في الصيف ما احنا شايفين اهو ممكن تحصل مشكلة في المية. يبقى انا حتى في الصيف اقلل الموضوع ده شوية. الناس بتسيب المية مفتوحة، تسيب حنفية بايظة، كونديشن بايظ، مش عارف ايه بايظ، وطول اليوم بيسرب في مية بيسرب. وفي ناس بصراحة يعني، طبعا انا الحتة دي ما بتكلمش فيها لان المواطن معجون يعني في والفواتير والغلاء المعيشة. لكن في مواطن بيجي له مثلا 25 جنيه 30 جنيه ميه، فعشان كده هو بيبعتر. مش بقول انه تجي له فاتوره 500 جنيه عشان ما يصرفش في المياه، لا ما ينفعش طبعا. بس انا بقول يعني، لما بقول بايظ عندي كونديشن، عندي خلاط، عندي حاجه لازم نصلحه، لان ده يعني انا عرفت ان لو نقطه ميه بتنزل كده بس طول اليوم وطول الشهر بتعمل كميه ميه رهيبه، واحنا سايبين الحنفيات وسايبين الحاجه كده تجيب ميه وتنزل ميه وتعمل وما اعرفش ايه. ما ينفعش. احنا شايفين الوضع وشايفين القلق من ناحيه المياه، لان القلق مش عندنا بس، ده في العالم كله. وشفنا في الصيف اللي فات ونضوب الميه في بحيرات مشهوره وهكذا. عفوا. فاحنا بنشوف بنفسنا، فالمواطن ليه دور برضه، يعني مش كل حاجه على الحكومه والدوله لا والله، المواطن ليه دور في كل حاجه. احنا شايفين مشكلة في المية وممكن تحصل مشكلة وفي قلق وكده، وعم ابو احمد معرفش بيعمل ايه. يبقى احنا في الحالة ديت لابد ان يكون عندنا ترشيد في استهلاك المياه، ناخد بالنا، بلاش نغرق الشوارع مية، مش وقته. في الشتاء بالذات بترش ليه؟ عايز افهم. طب الصيف نقول ماشي، الحر والتراب بيطلع وكذا وكذا، لكن في الشتاء ليه؟ فالمواطن عليه دور والله، مش عارف، بالعكس يعني في موضوعات كتيرة هنتكلم فيها إن شاء الله بعد كده. المواطن عليه دور، والحكومة والدولة عليها دور كبير طبعا، ما بنقولش حاجة يعني. لكن احنا لازم نتجنب حدوث مشكلة مياه. لكن احنا لما بنبعتر في المياه بالشكل ده، لا، مع الوقت برضه هتلاقي فيه أزمة. يعني أنا كان عندي المياه بتطلع من غير موتور في أوقات كتيرة في اليوم. حاليا معظم اليوم ما كنتش شغل الموتور مفيش مية. ما هو ده معناه ايه؟ ما هو لازم ناخد بالنا.
وما نقولش بقى ان السيد الرئيس هيروح يضرب سد النهضة مش عارف بايه، والحاجات اللي احنا بنقولها واحنا قاعدين في الطراوة كده مع نفسنا وبنشرب كوباية شاي ولا كوب قهوة ولا بنقزقز لب او كده يعني. لا، مفيش حاجة اسمها كده، ما تمشيش الدنيا كده، مفيش حد هيضرب ولا حد ازاي يعني. فاحنا بدل ما نقول كده ونعمل ونحمل دايما الدولة والرئيس والمسؤولية، لا، ما احنا علينا مسؤولية كبيرة. يبقى انت وانتي ترشدوا شوية في استهلاك المياه، لازم. ما اعرفش اتوضى بجردلين مية، لا، اخفض الحنفية شوية كده واتوضى بسرعة واخلص. عندي زي ما بقول حنفية بايظة، حاجة بايظة بتجيب مية، لا اروح اصلحها، لان ده استهلاك كله زيادة. واحد ماسك لي الخرطوم وطول اليوم يرش في الشارع، معرفش ده نفسيته تعبانة ولا ايه. لا، خف شوية، خف، عشان احنا هيجي يوم مش هنلاقي نشرب، مش بتشرب لي الشارع. لكن الحكومة هتعمل ايه في موضوع المية؟ قولي لي كده يعني، هي هتعمل ايه لو حصلت أزمة؟ هي هتعمل ايه؟ م? انا ما بدافعش عن الحكومة ولا بطبل، انا ما بطبلش لحد، لان الحمد لله الخوف من الله فقط. مش طالب اي منصب، مش طالب اي فلوس، مش الحمد لله ماليش في الامور دي خالص يعني. وانا قلت انا عامل القناة دي حتى والله ما منتظر منها ولا فلوس ولا غيره، لانها كمان تفعيل القناة على اليوتيوب بقى صعب يعني. عايز مش عارف 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة والكلام ده. فأنا عارف إن قناة زي دي مش هتجيب الكلام ده طبعا، لأن الناس ما بتحبش تسمع الحقائق. الناس بتحب لا، حاجة حق وهتحرقها في الكلام لا تبعد عنها، ما تحبش تسمعها. فأنا حبيت أتكلم في موضوع المياه وترشيد المياه، لأن إحنا بشوف ناس كتيرة جدا إهمال رهيب، عندها حاجات بتجيب مية طول اليوم، حنفيات، حاجات مفيش، مش في دماغهم. واحد ماسك لي الخرطوم في الشارع زي ما قلت، واحد بيغسل عربية يقعد نص ساعة فاتح المية يغسل عربية، وفي الآخر هيخرج بيها يعني معرفش والله. يعني أنا بشوف مناظر غريبة جدا يعني في الشتاء وعز المطرة والشارع بقى بايظة خالص، ألاقي واحد واقف يغسل في العربية. يا عم أنت بتغسلها ليه؟ ما أنت تخرج الشارع بره كل الشارع طين، هتطين تاني، بتغسلها ليه؟ لازم يكون في وعي يا جماعة، لازم يكون عندنا وعي في استهلاك كل حاجة، مش المية بس، في كل حاجة لازم يبقى عندنا وعي. الأزمات الاقتصادية العالمية دي والغلاء الرهيب، ما ينفعش أجيب أكل زي زمان يكفي 20 واحد، واللي 3 4 واللي يتبقى أرميه، أو أكل منه تاني يوم بالكتير والباقي أرميه وأرمي أكل قد كده. ما ينفعش، ما تجيش تشتكي. لازم نبقى حريصين، نعمل الحاجة اللي تكفينا، الحاجة اللي على قدنا. هي كده لازم تمشي كده. ما هو ما ينفعش، انا شايف الدنيا عامله ازاي. هتقولي بقى حكومه ورئيس ماشي، انت حر بقى في نفسك، مش هتلاقي تاكل بعد كده. لازم تنظم حياتك وبيتك واكلك وشربك، لازم يكون فيه الاسراف وحش. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أهو القرآن بيقول كده، وكل الأديان بتقول كده. فاحنا عايزين المياه أهم حاجة ناخد بالنا منها، لأن هيجي يوم فعلا هيبقى فيه أزمة عالمية في المياه، مش أزمة مصرية بس. فلا بد من ترشيد الاستهلاك، لابد من الأخذ بأسباب اللي تجعلنا نحافظ على المياه، زي ما قلت منها إن أنا ما أمسكش خرطوم وأرش طول اليوم في الشارع، ما أغسلش عربية في كل يوم في بتلات أربع جرادل، وفي الآخر وأغسل عربية وفي مطرة وفي الشارع متبهدلة. ما اسيبش عندي حاجة بتجيب مية وأقول يا عم ده نقطة مية، لا، ما هي النقطة دي في الشهر بتعمل كمية. ناخد بالنا من بلدنا وناخد بالنا من نفسنا، عشان الظروف بقت صعبة جدا جدا على الكل في كل حاجة، واحنا اللي نقدر ان احنا نعيش كويسين، نقدر.
وإلى أن نلتقي في موضوع آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.